وشيل الهم عني. هذا أب ومربي ومعلم، هذا والد الجميع، لأن أبو بكر محبوب من جميع الناس. وهذا الشيء كان الكل يلمسه لما كان يطل على الجمهور ويعمل حركته المعتادة. ومين فينا راح يقدر ينسى تفاعل الجمهور معاه لما نزلت دموعه على مسرح هلا فبراير 2009. وذكرى رحيله رجعتنا لأشهر وسنوات فقدنا فيهم أيقونات من الفن ارتبط اسمه معهم. أنا ولدت مع أبو بكر سالم. الله بنفسي مني مهما تقول ما حد يوفي أبو بكر مكانه أو يجي مكانه. أجود بدمعي والدموع على الخد، شهود على الأشواق والحزن والوجد. ومثل ما كان النجوم دائما حوله في حياته، أيضا رحيله جمعهم لوداعه، أولهم عبد الله الرويشد، رابح صقر، طارق العلي وغيرهم الكثير. اليوم شفناهم الحمد لله كانوا كلهم موجودين، وكانوا كلهم في لحمة واحدة وبحزن واحد على القبر، كلهم ساهموا في دفن جثمان هذا العظيم، يعني الله يرحمه. آلمني ما سمعت، لكن هذه سنة الله في خلقه، كلنا راحلون كلنا راحلون. يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. الله يرحمك يا ابو اصيل، وبرحيله اكيد خسرنا خامه صوتيه ما تتكرر وبيترك فراغ كبير بعده. لكن اللي قدمه للفن الخليجي والعربي يبقى ذكرى لدى الجماهير. ولاحقا كيف أثر أبو بكر سالم في الفن الخليجي وما هي أشهر أغاني؟ لا تعذب. أما الآن اللي قدم للفن العربي والخليجي عدد كبير من الأغاني، لكن بعضها حقق شهرة أكثر من غيرها. حبي فيك غرام، سر حبي ما انكشف. سر حبي هي الأبرز والأشهر واللي كانت تنطلب منه بكل مكان. لا تعذب. ونجاح هذه الأغنية خلى كثير من الفنانين يعيدوا غنائها، فقدمها ماجد المهندس، عبد الرب إدريس، رابح صقر وراغب علامة. سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق تلف. وما راح نبالغ لما نقول انها وصلت للصين. سر المكللك اذا ما فيك معروف. بس قبل سر حبي أطلق الراحل ألبوم متى أنا أشوفك، وحقق بوقتها جماهيرية كبيرة، وحصل من خلالها على جائزة الأسطوانة الذهبية بأثينا بعد ما حقق مبيعات بلغت 4 ملايين نسخة. يا زين بحبك أكثر من حياتي، وقول لي ما تقول يا سيد المظالم. ومن نفس الألبوم حققت أغنية 24 ساعة نجاح تناقل الجمهور لحد الآن. يدوب مرت علي 24 ساعة، يا دوب مرت علي 24 ساعة، ضاع الهوى يا خسارة، ضاع كل ساعة. ومن الأغاني المطلوبة بمعظم حفلاته كمان ما علينا يا حبيبي، اللي كتبها الأمير بدر بن عبد المحسن ولحنها أبو بكر بنفسه. ما علينا يا حبيبي، ما علينا من كلام الناس، ما كنا ندري. أما بالنسبة لجيل الثمانينات فأغنية يا سمار هي اللي صحيوا على كلماتها وصارت جزء من ذاكرتهم. يا سمار
ما يحلى السمر إلا صوت الداني يا سمار يا سمار ما يحلى السمر إلا بصوت الداني يا سمار. جماهيرية أبو بكر وتاريخه الفني اللي يمتد ل60 عام من الصعب أنه ينحصر أو يتصنف، فالرسالة اللي بدأها بالخمسينات استمرت معاه لحد ما رحل عنا، وآخر نجاحاته كانت بألبوم شوف لي حل اللي أطلقه بشهر فبراير الماضي. شوف لي حل شوف لي حل لا رضا جابك ولا جابك زعل، لا رضا جابك ولا جابك زعل. وكان آخر ظهور للراحل بسبتمبر الماضي لما غنى يا بلادي واصلي بالحفل اللي أقيم بمناسبة العيد الوطني السعودي بجدة. وعلامات المرض كانت واضحة على الراحل اللي دخل الصالة الرياضية بملعب الجوهرة وهو على كرسي متحرك.